بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وقبل أي حاجة ندعي لإخواتنا في فلسطين وغزة ولبنان والسودان وجميع الدول العربية، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم آمين. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى إن شاء الله إحنا معانا أكلة سمك مشوي. السمك اللي ظهر معي في أول الفيديو ده سمك بوري مبطرخ. يعني دي فترة بقى بداية البطاريخ. أنا كنت قلت لكم بقى إن السمك بدأ يبطرخ بقى الأيام ديت في الشهور اللي هي آخرها حرف الراء، وطبعا ده أحلى سمك بيتاكل في الفترة دي. أول حاجة أنا حطيت هنا في الحلة حبة زيت وسبتهم يتقدح قوي، اتقدح قوي قوي قوي، وبعد كده ضفتله الرز وضفتله المية بتاعته والملح. الرز ده بطعم زمان، بطعم ايدين امي الله يرحمها يا رب واغفر لها واجعل الجنة مسكنها ومثواها، هي وجميع امهات المسلمين اللهم امين. هي كانت بتعمله لنا كده، دايما بحب اطبخه بطريقتها علشان بشم ريحتها فيه. اذكروا الله وصلوا على رسول الله. تاني حاجة انا هعمل معاكم البتنجان المملح، برضو بطريقة امي الله يرحمها يا رب واغفر لها. ده البرنجان الطويل العرايس. دلوقتي انا طبعا قطعت الراس من فوق زي ما انا وريت حضراتكم كده، وبولع عليه وبسيبه يتسلق. طريقة البتنجان او البرنجان زي ما احنا بنقول غير طريقة اي حد، برضو بطريقة امي الله يرحمها. دلوقتي هعمل معاكم السلطة وهضيف لها التتبيلة بتاعت اللي احنا دايما بنحطها عليها للسمك. يعني لما بنبقى عاملين سمك بنحط التتبيلة ديتي. هتشوفوها دلوقتي معايا. انا هبدأ اقطع السلطة. طبعا كلكم بتعرفوا تقطعوا السلطة، حتى اطفالنا ولادنا الصغيرين بيعرفوا يقطعوا السلطة. بس هو الفيديو بقى كان شغال كده، افصله مش هفصله. اذكروا الله وصلوا على رسول الله. وما تنسوش تعملوا الاشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم وتقولوا لي تسلم ايدك يا امولة. عايزة اشوف تعليق تسلم ايدك يا امولة. انا قطعت دلوقتي السلطة، بس انا جيت انا شغلت كاميرا تانية على الحتة دي بوريكم ان انا بقطع الخضرة بالمقص اسهل بكتير ما بتقطعها على البلانش بكتير. انا بستسهل المقص معايا، سهل على ايدي في كل حاجة. برضو الشطة الحارة لما بتقطعها على البلانشة بتيجي في ايديكي. ممكن بالغلط لو هي الشطة حارة بالغلط بتحط ايدك على عينك على وشك على اي حاجة، فكل دوت بيتحرق من ايدك بتبقى حارة. انا برضو ما بلمسهاش خالص وبرضو بقطعها بالمقص بالشكل دوت. مفيش اي حاجة هتلمس ايديكم. اذكروا الله وصلوا على رسول الله. انا دلوقتي هوريكم الدقة اللي بتتحط اللي التتبيلة بتاعت السلطة. نص معلقة توم، نص معلقة ملح، نص معلقة كمون، وحوالي معلقتين زيت. بتضيفيهم عليها وبتضيفي بقى المقادير كلها على بعض وبتقلبها كويس جدا مع بعضها. واحلى احلى سلطة تاكليها مع السمك. ودي مش طريقتي، دي طريقة اختي ربنا يبارك في عمرها، هي اللي معلمها. ومش عيب لما الصغير يعلم الكبير، هي الصغيرة بس هي اللي علمتها لي. دلوقتي انا هعمل معاكم الجرجير. انا في حتة فاتتني كنت هوري للبنات مش هوري للكبار. يعني بنفضج الجرجير ازاي من اللي جواه، بس هي راحت اللقطة مرة تانية بإذن الله بوريها لكم. دلوقتي انا معايا طبعا ده البرنجان بعد ما اتسلق بفتحه لانه هو سخن نار. بفتحه عشان اسيبه بس يبرد
ولو دقيقة واحدة بس على ما انا هوريكم الدقة بتاعت البرنجان. الدقة اللي معايا ديت انا برضو بعملها من السنة للسنة وبتفضل في التلاجة ما بيصيبهاش اي حاجة. ديتي فلفلة خضرة وشطة خضرة وكمون، لا كمون لا، وتوم، شطة وفلفلة وتوم وملح. ولما بطلعها بعصر عليها نص ليمونة، انا معايا ليمونة كاملة، هعصر نصها دلوقتي على الدقة والنص التاني هعصره على البرنجان بعد ما اخلصه خالص. انتوا هتشوفوها دلوقتي اهوت معايا. انا دلوقتي هقلب التوم مع الدقة. احلى دقة برنجان تقدري تاكليه مع السمك، بجد تحفة. اللهم ارحم امي يا رب واغفر لها، دي كانت طريقتها، كل الناس كانت تطلبوا منها. املحه كله من قلبه. بتدخلي الدقة في قلب لحم البرنجان من جوه. وطبعا لما انت هتملحيه وتسيبيه مثلا ساعة من قبل ما تاكلي هيكون اخد حدق الملح وبقى تحفة. يا رب اللي اكون بقدمه لكم يكون نايل عاجبكم وبيبسطكم، وتدعموني باشتراك وبلايك وقولوا لي تسلم ايدك يا اموله. وزي ما احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات، في نهايه كل فيديو انا هقول لكم على معلومه، عايزاكم تتابعوا الفيديو علشان ربنا يجعل المعلومه ديتي في ميزان حسناتي وحسناتكم، اللهم امين. لان اكيد لو انتوا عرفتوا مني المعلومه هتوصلوها لغيركم وهيبقى كلنا استفدنا، انا استفدت وانتوا استفدت وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. انا عصرت الليمونه اهو زي ما انتوا شفتوني، وعملت برضو بصل. بحط له كوبايه ميه وحوالي معلقتين خل علشان تضيع طعم الحراره اللي بتاعته اللي فيه. و... ونصلي على رسول الله ونذكر الله. وضفت نص معلقه ملح، طب والله كنت ناسياها، ضفت نص معلقه ملح كمان. بنقلبهم كويس جدا مع بعض. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، اللهم امين. في حاجه كمان كنت عاوزه اقولها. احنا طول ما احنا واقفين لازم ننظف من حوالينا. البنوتات اللي لسه صغيرين وبيبقوا ملبوخين بالدنيا حواليهم، اللي هم لسه متجوزين، ما تلبخوش نفسكم، نظفوا دايما اول باول من حواليكم، هتلاقوا الدنيا سهله خالص. دلوقتي انا بعمل معاكم الدقه اللي انا هضيفها على السمك. نفس الدقه اللي انا ملحت منها البرنجان، انا باخد منها معلقه كبيره وبضيفها في الميه، وهضيف لها دلوقتي ليمونتين، وهضيف حبه كمون وحبه شطه، وبقلبهم حلو جدا مع بعض. انا السمك بيجي لي مشوي جاهز، ما هوش انا اللي بشويه، هو بيجي لي مشوي جاهز من بره. إيه هو انا وراكم الوقت نص الليمونه بس، والله ما فاكره انا كنت عينها ليه. إيه اهو ضفت الشطه والكمون، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. وما تنسوش تدعموني باشتراك ولايك للقناه، ونبدا مع بعض في انتم تعرفوا ان المسلمين من شده حرصهم على الطهاره والنظافه الشخصيه قديما قاموا ببناء حمامات عمومية في كل قرية ومدينة مسلمة، لدرجة إن مدينة بغداد أكتر بلد كان فيها 1400 حمام عمومي في القرون الوسطى. وإن أول مشروع مائي أو أول ما بدأوا يعملوا الآبار كان في التاريخ، كانت امرأة مسلمة هي الأميرة زبيدة بنت جعفر، حفيدة الخليفة المسلم أبو جعفر المنصور، وزوجة الخليفة الشهير هارون الرشيد، ووالدة الخليفة الأمين ابن هارون الرشيد، حيث أمرت في عام 174 هجريا ببناء أحواض لسقاية الحجاج والمعتمرين خلال ضربهم من العاصمة الإسلامية بغداد حتى الحجاز، وتسمى هذه الأبار إلى يومنا هذا بعين زبيدة. أتمنى المعلومة تكونوا استفدتوا بيها. يا ربنا يحسن ما بين إيديكم، وربنا يجعل كل حاجة في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم آمين. دمتم في رعاية الله.